المنتخب المغربي طلع للدور 16 كمتصدر بعد ما ربح منتخب زامبيا، فاجي نشوفوا هذا الماتش وشكون المنتخبات اللي غيتلاقاو في الدور 16 واخر المستجدات على وليد الركراكي. ونبداو بالمباراه اللي لعب فيها المنتخب المغربي ضد زامبيا، واللي قبل ما تبدا المباراه شفنا ان الكاف صدر عقوبه ضد وليد الركراكي، واللي هي الايقاف ديال 4 ديال المباريات، واللي الجامعه طلبات الاستئناف، واللي جاها هذا الحكم ماشي عادل حيت منتخب الكونغو حكموا عليه بمبلغ 20,000 اورو فقط. المهم الركراكي ما كانش في الدكه وكان بلاصتو رشيد بن محمود اللي حتى هو كان مزيان. فرح قال بان الركراكي كان تيتواصل معاه، اما بالنسبه للتشكيله اللي دخل بها وليد الركراكي ما كانتش متوقعه حيت بعض الاسماء اول مره يلعبوا في هذه البطوله، لان اللعابه اللي ما لعبوش كان عندهم ورقه صفراء، داكشي علاش وليد الركراكي ما غامرش بهم. المهم التشكيله هي ياسين بونو في الجارديان، قلب الدفاع نيف اكرد واللي كان متوقع، واللاعب اللي ما كناش متوقعينه انه غيلعب هو يونس عبد الحميد اللي دار ماتش زوين، وعطيه الله كذلك اللي حتى هو اول مباراه غيلعب في هذه البطوله، فراه كان تيلعب بلاصه محمد الشيبي. المهم حتى هو دار ماتش محترم. واشرف حك اللي قدم ماتش رائع، بال كان تيدير كلشي سيد كتحس به مولف مع هذا الريتم. اما بالنسبه لوسط الميدان فراه كان امرابط واللي هو اللي خدا رجل المباراه، تقدم مباراه رائعه من الناحيه الدفاعيه والهجوميه وعرضيات اللي مزيانه. واسماعيل السيباري اللي قدم مباراه مزيانه حتى هو خاصه في الشوط الاول. وعزين اناحي اللي كانت تتغلب عليه شويه الانانيه خاصه في الشوط الثاني، وهذه الانانيه ما خاصهاش تبقى في الادوار الاقصائيه، لان شفنا بزاف ديال اللعابه كانت كتغلب عليهم الانانيه وكانوا كيركزوا على الشوت، وكون ما شاتوش وعطاوها اللاعبين اخرين كنا غنسجلوا اهداف كثيره. اما بالنسبه للهجوم فراه شفنا حكيم زياش اللي دار مباراه خرافيه وسجل هدف، وهذا الهدف راه الصراحه واعر ماشي من ناحيه ديال زياش ولكن من البلاصه فين تبنى. فراه بدات من عرضيه اللي وصلت عند حكيمي وضربات الدفاع كامل، وهنا حكيمي يطلق باس دغيا واللي كان زوين ولكن حيدوا الحارس. هنا رجعت الكره عند حكيم زياش اللي ما عطلاهاش وجا منها الهدف، واللي مشى حتى في الحكيم زياش ودار قلب لوليد الركراكي. هادشي كيبين على الحب اللي عاطي وليد الركراكي للاعبين ديالو. اما بالنسبه للجناح الايسر فراه لعب فيه سفيان بوفال، وراس الحربه اللي لعب فيه ايوب الكعبي واللي دار ماتش حتى هو محترم وكان تيضغط. اما بالنسبه لسفيان بوفال فراه حتى هو دار ماتش مزيان، من غير انه كان تيشوت شويه ولكن حتى شي وحده ما كانت مكادريه مزيان. هادشي بالنسبه للماتش. اما بالنسبه للدور 16 فراه الماتش الاول غيتلعب نهار السبت، واللي غيكون في هذا النهار جوج ماتشات ديال انغولا ونامبيا ونيجيريا والكاميرون. اما بالنسبه لنهار الاحد فراه حتى هو غيكون فيه جوج ماتشات، غينيا الاستوائيه ضد غينيا ومصر ضد الكونغو الديمقراطيه اللي كنا غنجيو بلاصتهم كل ما طلعناش متصدرين. اما بالنسبه ليوم الاثنين فراه غتلعب فيه مباراه الراس الاخضر وموريتانيا والماتش ديال السنغال. اما بالنسبه للماتش ديال المغرب فراه غيتلعب نهار الثلاث مع السعود، وغيتلعب في ذاك النهار حتى الماتش ديال مالي وبوركينا فاسو. هادشي اللي كاين. تهلا.